بسم الله توكلنا على الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا مساء الخير ومساء النور ومساء السعاده على احلى اخوات في الدنيا، وعلى احلى اولاد في الدنيا، وعلى احلى احفاد في الدنيا، وعلى احلى ناس في الدنيا جوه مصر وخارج مصر. يا مساء العسل عليكم يا حبايب قلبي. انا بقول لكم انا عايزه اتكلم معاكم كلمتين كده يا حبايب قلبي، بس يكون صدركم واسع وقلبكم رحيم بني وباللي احنا فيه يا حبايب قلبي. ارجوكم ما عادش حد يا حبايب قلبي يقلب لنا في الماضي، ولا عاد حد يجيب سيره حسام. اللي عايزاه منكم بس يا حبايب قلبي ويا اخواتي ويا اولادي اللي انتوا تدعوا له فك الدين، ربنا يفك دقته يا رب. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم كمان مره انا ما اعرف حاجه عنه ولا عن اي حد الا من قنوات النقد. ما بسمع حاجه الا ما بسمع قنوات النقد دي اللي انا اعرفه عنه. عشان تقولوا يا حبايب قلبي انتوا او واحده تطلع تتكلم وتقول انتوا الفلوس وما بتطلعي بتدوري شكوان عشان الفلوس. اقسم بالله العلي العظيم الجماعه اللي انت بتتكلمي عليهم او اللي انت بتقولي عليهم لا معايا لهم تواصل، ولا هم بتواصلوا بيا، ولا انا بتواصل بيهم، ولا بعتوا له فلوس، ولا خدت منهم فلوس يا حبيبه قلبي. وما تخلينيش اقول لك عقبال ما تاخدي الفلوس اللي انا خدتها، ما تخلينيش اقول لك عقبال ما تاخدي الفلوس يا حبيبه قلبي ويبعتوا لي زي ما هم بعتوا لي حبايبك، يبعتوا لي زمان اتبعت لي. انت مع قناه اهوت ومع ناس برضك متابعين زي العسل وزي الفل. ان كانوا بيبعتوا لك انا ما بتكلم، ما ببعتولكش انا ما بتكلم. لان ربنا يسهل لكل حاجه، ربنا يسهل لكل واحد. احنا كفايه علينا اللي احنا فيه، احنا شبعنا كتير قوي 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 قوي، واحنا يعني الحمد لله رضا. اللي انا عايزاه منكم موضوع حسام ما حدش يتكلم فيه، لا قناه نقد ولا متابعين. كلام المتابعين على دماغي وعلى عيني من فوق، كلام المتابعين على دماغي وعلى عيني من فوق، بس ما عادش حد يتكلم في موضوع حسام باي كلمه خالص يا حبايب قلبي. الا اللي يتكلم في الخير ما يتكلمش في الشر. وربنا يا رب يفك دقته ودقه اللي زيه بحق ما انت علم بنا يا رب. ربنا يفك دقتك يا اخويا انت واللي زيك. هو مش اخ، ده هو ابني، لان انا ساقياه على بنتي. هو ابني مش اخويا، يعني قاهرني. بس انا ما كنتش عايزه اتكلم يا حبايب قلبي. انا بسمع على القنوات زي ما انتوا بتقولوا كده، لا حد اتصل عليا وقال لي اخوك بيه حاجه، ولا انا بتواصل مع حد عشان حد يقول لي اخوك بيه حاجه. فانا اللي انا بقول لكم ارجوكم يا حبايب قلبي، ومحتاج الدعاء، محتاجوا الدعاء. ربنا يفك الكرب اللي هو فيه بحق ما انت علم بيه يا رب. ربنا يفك كرب. ودعوه كده من واحد او واحد يكون واصل لربنا، دعوته هتوصل لربنا اللي هو يفك كرب وكرب كل من كان ويفك عنه هو واللي زي. وهو يا حبايب قلبي اما يطلع بالسلامه هو اللي هيحكي عن نفسه، لان انا ما عنديش حاجه الا انا اقول انا ما عنديش حاجه اللي انا اقولها، ولا عندي دليل اللي انا اتكلم فيه. انا يا حبايب قلبي ما عنديش دليل اللي انا اتكلم فيه واقول قلنا وقالوا وانا ما اعرفش حاجه. انا ما عنديش دليل اتكلم فيه ولا اقول لا قلني ولا قالوا وانا ما عنديش دليل. وانت يا حبيبه قلبي اياك يا علي تكوني انت، انا ما هرضاش اقول لك لانك انت ست كبيره زي ما انت زي كده بالظبط. ما هقولكيش الا عقبال ما يجي لك الفلوس اللي جاتني انا وبنتي. انا بقول لك عقبال ما يجي لك الفلوس اللي جاتني انا وبنتي. وعمري ما هاخد فلوس من حد على اخواتي ولا بتعب اخواتي يا حبايب قلبي، ولا زعل بيني وبين اخواتي هاخد عشان ازعل بيني وبين اخواتي هاخد فلوس من حد يا حبيبه قلبي. انا مانيش كده. ان كنت انت تبقي كده يبقى انا كده. ان كنت انت يوم من الايام تبقي كده يا حبيبه قلبي انا هبقى كده. وانت عارفه انت اتكلمت وقلت ايه، وكل كلمه قلتيها يجعلها في ميزان حسناتك وتبقى لكي وتبقى بالمثل، لان انا كنت بحترمك. بس انت اللي وصلتك المعلومه وصلتها لك غلط. هي خافت تتكلم وصلتك انت.
حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يجي على بالظبط. حسام ويقول فيه ما ليس فيه، ويقول علينا ما وربنا ليس فيه. ينتقم منه انتقام شديد، ويدوق حرقة حسام وقعدة حسام وتعب حسام عشان يبقى يقدر يقدر حسام. حسام دي الأخ والسند، حسام دي فعلا دي يعتبر أخويا الكبير. هو يعني هو يعتبر بينه وبينه حاجات بسيطة، يعني هو راضي عليا وانا بعتبره كاخ ليا كبير. فانا بقول لك يا حسام ربنا يفك ضيقتك يا حبيبي ويطلعك منها سالم غانم، وترجع لبيتك وعيالك وعيالك يا رب. ولابنك ولمراتك كده بالسلامه، ويفرحنا بطلوعك يا حسام، ووقف لك ولاد الحلال اللي تقف جنب منك يا حبيبي. وطبعا احنا بنناشد اي قناه بتطلع تتكلم على حسام بكلام ما ليس فيه، اتقي الله اتقي الله اتقي الله اتقي الله تقول لا اتقي يجعل لكم الله مخرجا. يجعل لكم مخرجا. يعني حط مكانكم، يعني مكانه اللي في ضيقه دي بيبقى محتاج دعوه، حد يواسيه، حد يدعى له دعوه كده صادقه كده بقلب صافي. لكن مش طالعين نعمل بثوث وشمتانين الله ولا شماتة. وكما كما تدين تدين تدان، وكلمه الفم مسلفه لو بعد حين. دي كان كلامنا النهارده، ان احنا محتاجين متابعينا المحترمين اللي هم تاج على الراس، المتابعين المحترمين اللي هم تاج على الراس، الناس المحترمه اللي بيقولوا تعليقات حلوه، اللي بيخشوا بتعليقات جميله يجعلها في ميزان حسناتهم، واللي بيخش بتعليقات يعني مش هي يجعلها في ميزان وتزعل، حسناتك. يجعلها في ميزان حسناتك او يجعلها في ميزان حسناتك وتبقى بالمثل. ما اقولكش اكتر من كده، تبقى تلاقيها كده بالمثل عندك. النهارده بقى يا غدانا، النهارده يا حبايب قلبي هيبقى ايه؟ سمك. قلت له كل يوم سمك يا خالته ام عبده، اي كل يوم سمك يا حبايب قلبي. احنا بنحب السمك، انا عنني واحده انا بحب السمك عن ايه؟ عن الفراخ وعن اللحم. وبصراحه التأليف الحر بتبقى صعبه. وانت لا برضك في ناس برضك كده، في ناس ما بتحبش السمك وفي ناس بتحب السمك. واحنا ايه يا حبايب قلبي ايه؟ هنعمل رز بالبصلي اللي هو الرز الصياديه. وانت بتقولوا هتقولوا ايه الزياده ده كتير يا خالته ام عبده؟ انا هصفي الزياده ده برضك يا حبايب قلبي. ده اهي ما اخليش الزياده كده بس محمر البصل. معايا السمك اهو بتاعي انا غسلاه اهو. فيه سمك بلطي وسمك ايه اللي هي السواردي او هي القمره تبع ما انتوا بتقولوا عندكم يا حبايب قلبي. فتحتها وغسلتها، انا غاسله معاكم السمك قبل كده كتير، وغسلاه بدقيق وبليمون وبملح ونقعت اهوت. وهنقلي السمك مع بعض وهنعمل الرز مع بعض يا حبايب قلبي. حبايب قلبي الرز اللي هو معايا ببصلي اهو، وده السمك بتاعنا، وده السمك المقلي اهو، وده التمليحه بتاعتنا. هم عارفين تمليحتنا يا ام محمد، توم وشطه وملح وليمون وكزبره وقرن فلفل احمر، حبيت طماطم وليمون. التمليحه حطيت حطيت طماطم وليمون. طيب وحبيت طماطم وليمون. وطبعا انا كنت عامله معاهم التمليحه قبل كده، وعامله الدقيق. والدقيق معانا اهوت، احنا عاملين الدقيق معاكم قبل كده في الفيديو. دي الدقيق يا حبايبي اللي انا كنت عملته بكميه وقلت لكم عينه لما اجي اقلي السمك. طبعا دي دقيق على كركم على نشا عشان يخلي ايه السمك بتاعي مقرمش كده وعصير لون صفار زي لون الذهب كده ايه، لون الذهب ذهبي. يبقى ده غدانا النهارده يا حبايبي. قلب دي السمك اهوت، دي السمك اللي هو الايه البلطي والقمر، وده الرز اللي هو الصياديه حطيت على وشه شويه شبت. وطبعا دي كان غدانا النهارده. طبعا غدانا يبقى ايه شيبسي ومخلل ورز وسلطه والسمك. بس زي ما انتوا عارفين بقى احنا بنشتغل ومحمد ابني في الشغل، فمش هغرف ولا اعمل بقى غدانا، احنا جهزناه لغايه ابني ما يجي ايه من ورشته بالسلامه. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينور رضاكم، وما تنسوش ام عبده بقى في اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من حنان داوود. ودعوه منكم صادقه لحسام ان ربنا يفك كربه ويسر له امره يا رب اللهم امين. وما عادش حد يزعل من كلامه يعني، وبمعنى صح ما حدش هيجيب كلام في حق حسام، لان بصراحه يعني احنا فينا اللي مكفينا. احنا محتاجين دعوه ومحتاجين حد يصبرنا، مش محتاجين حد من القنوات اللي بتطلع تتكلم في حق حسام. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. ويلا حبايب قلبي استودعكم الله الذي تضع فيه ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.